أنواع الحيتان. تنقسم الحيتان إلى مجموعتين رئيسيتين، هما الحيتان البرينية، وتسمى الحيتان البرينية بهذا الاسم لأن فمها يحتوي على صفائح برينية مكونة من الكرياتين تصفي العوارق من الماء. يتميز هذا النوع من الحيتان بأنه يمتلك فتحتي نفس أعلى الرأس. أما الحيتان المسننة فلها أسنان بدلا من الصفائح، وتتغذى على الأسماك والحبار، وتتميز بقدرتها على التعرف بما يحيط بها باستخدام السونار الحيوي اللي هو تحديد الموقع بالصدى. من أهم أنواع الحيتان البرينية الحوت الأزرق، هو أضخم الحيوانات التي تعيش في كوكب الأرض، إذ يصل طوله إلى 100 قدم، ويمكن أن يزن من 100 إلى 190 طن. كما يصدر أعلى الأصوات في المملكة الحيوانية، حيث يمكن أن ينتقل صوت الحوت ذو الترددات المنخفضة من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. ويكون جسم الحوت الأزرق رماديا أو أزرق منقطا ببقع فاتحة اللون. الحوت الزعنفي، وهو ثاني أكبر حيوان على سطح الأرض، ويتميز بالسرعة وعدم تماثل ألوانه على جانبي رأسه، فهو يمتلك بقعة بيضاء على الجانب الأيمن من الفك السفلي، بينما لا توجد هذه البقعة على الجانب الأيسر. حوت ساي، وهو حوت انسيابي الشكل، ظهره داكن اللون، أما المنطقة البطنية فبيضاء اللون، وزعنفه زهرية شديدة التقوس، وهو من أسرع أنواع الحيتان. حوت برايدي، ويسمى هذا الحوت باسم برايدي نسبة إلى يوهان برايد الذي بنى أول محطة الحيتان في جنوب أفريقيا. يبلغ طول حيتان برايد بين 40 إلى 45 قدما، وتزن 45 طنا تقريبا، وهو يبدو مشابها لحوت ساي، إلا أن لديه 3 نتوءات على رأسه بدلا من نتوء واحد. حوت أمورا، ويعيش في المحيطين الهادئ والهندي بما في ذلك جنوب اليابان واندونيسيا والفلبين وبحر سليمان. أعتقد العلماء أن هذا الحوت هو حوت برايد صغير الحجم، إلا أن الدراسات الوراثية أثبتت أنه نوع منفصل. وحوت أمورا يشبه حوت ساي في الشكل، وله مثله نتوء واحد على رأسه، ويشبه الحوت الزعنفي بعدم تماثل الألوان على رأسه. الحوت الأحدب يتراوح طوله بين 40 إلى 50 قدما، ويزن في المتوسط ما بين 20 إلى 30 طنا، وله زعانف صدرية شبيهة بالجناح يصل طولها إلى 15 قدما. يشتهر هذا الحوت بهجراته الطويلة بين أماكن تغذيته وأماكن تكاثره، ويصوم غالبا لفترة تصل إلى عدة شهور أثناء موسم التكاثر الشتوي. طلع الحوت بيصوم يا جدعان واحنا ما نعرفش. الحوت الرمادي، وهو حوت لونه رمادي وعليه بقع ونقط فاتحة اللون، ويبلغ طوله 45 قدما تقريبا، ويمكن أن يزن ما بين 30 إلى 40 طنا. حوت المنك الشائع، وتقسم حيتان المنك الشائعة إلى 3 أنواع فرعية، هي حوت المنك في شمال الأطلنطي، وحوت المنك في شمال المحيط الهادي، وحوت منك القزم. حوت منك القطبي الجنوبي، يختلف هذا الحوت عن حوت المنك الشائع بأن زعافه الصدرية رماديا بدلا من الرمادي المنطق بالأبيض، وقد تم الاعتراف به كنوع منفصل عن الحوت المنك الشائع في تسعينات القرن الماضي. حوت مقوس الرأس، يعيش هذا الحوت في المناطق القطبية، لذلك تكون طبقة الدهون التي تغطي جسمه سميكة تحميه من البرد، ويتراوح طوله ما بين 45 إلى 60 قدما، ويمكن أن يصل وزنه إلى 100 طن. حوت شمال الهادي الصائب، تم الاعتراف بهذا النوع من الحيتان كنوع منفصل عن حيتان شمال الأطلس الصائب عام 2000 ميلاديا، وهو من الحيتان التي تشهد تناقصا حادا في عددها بسبب الصيد الجائد، تقدر أعداده حاليا من 500 حوت فقط. الحوت الصائب الجنوبي، حوت ضخم يصل طوله إلى 45 إلى 55 قدما، ويصل وزنه إلى 60 طنا، ويشتهر بأنه يسبح أثناء الرياح القوية عن طريق رفع ديله فوق مستوى سطح الماء. الحوت القزم الصائب، يعيش في المياه المعتدلة في نص الكرة الجنوبي، تحديدا بين دائرتي عرض 30 إلى 55 درجة جنوبا، وهو أصغر أنواع الحيتان البرينية وأقلها شهرة. يصل طول هذه الحيتان إلى 20 قدما، وتزن ما يقارب 5 أطنان. من أنواع الحيتان المسننة ما يلي: حوت العنبر، وهو أكبر أنواع الحيتان المسننة، ويتميز برأس مربع الشكل، وله من 20 إلى 26 سنة، مخروط الشكل على كل جانب من الفك السفلي. حوت العنبر القزم، طوله 10 أقدام ويزن 900 باوند. الحوت الأبيض، يعرف باسم كناري البحر بسبب الأصوات المميزة التي يصدرها. تكاثر الحيتان، يمتلك الحيتان أعضاء تناسلية يتم سحبها داخل الجسم أثناء السباحة، ويمكن لأنثى الحوت أن تتزوج مع عدة ذكور في الموسم الواحد، ويعد الإخصاب داخليا، وتمد فترة الحمل عاما تقريبا. تلد بعدها عجلا واحدا يخرج من جهة الدير أولا لتقليل خطر الغرق، ويتراوح طول الحوت الوليد ما بين تلت طول الأم إلى نصها. ترضع الأم العجل ويتميز حليب إناث الحيتان بأنه كثيف وغني بالدهون. وطريقة تواصل الحيتان، تتواصل الحيتان مع بعضها عن طريق إدراك أصوات يمكن الحيتان الأخرى أن تسمعها لمسافات طويلة تصل إلى أميال تحت الماء. وهناك أنماط متعددة لتلك الأصوات التي تتركها الحيتان، فمنها ما يعبر عن الأنين أو البكاء لا سيما عن التعرض لخطر معين كهجوم الحيوانات المفترسة الأخرى أو حتى هجوم البشر للصيد. ويمكن أن يترك الحوت أصواتا من أجل النداء أو الاستغاثة. تنطلق تلك الأصوات المختلفة من الحيتان عن طريق اندفاع الهواء من الفوهة الموجودة على رأس الحوت، وتتضخم بعد ذلك بسبب الدهون التي تكون متكاثرة في الفك العلوي للحوت.